لقد تحركت عدد من ألوية أبطال العمالقة إلى محور شبوة. هذا التحرك وهذا النقلة الاستراتيجية في المعركة هو نتيجة التخطيط الجيد والاستثمار الأفضل للقوات. عندما نفذنا عملية إعادة الانتشار والتموضع كان البعض يسخر من قوات الساحل الغربي والقوات المشتركة لأنهم لا يجيدون القراءة العسكرية ولا يفهمون استراتيجيات الحرب ولا فن الحرب. لا تقاد الدولة في الفيسبوك وتويتر، تقاد من هنا، من الميدان، ميدان المعركة، ميدان الشرف والكرامة. فكان نتائج هذا التخطيط وإعادة التموضع هو تأمين جبهة الساحل الغربي، تأمين ممرات الملاحة الدولية، تأمين باب المندب، تأمين قواتنا وترتيبها وإعادة انشارها وإخراج احتياطي قوي للمشاركة في أي جبهة، لأنه لدينا مخزون ولدينا قوة فائضة. هذه القوة التي جمدها اتفاق ستوكهولم وكانت على أبواب الحديدة كان بقائها خطرا عليها بذلك الانتشار السابق، لأنها بموجب الاتفاق لا تستطيع تحرير الحديدة. نحن هنا سند لكل من يقاتل ضد الحوثي في أي جبهة كان. وكما تحدثنا عن تحرك ألوية العمالقة البطلة، هم مفتاح النصر في كل جبهة. والمقاومة الجنوبية التي احتضنت المقاومة الوطنية في بداية إنشائها، نقدم لهم ونكرر لهم الشكر، هؤلاء الأبطال، ونحن يدا بيد بإذن الله لتحرير اليمن كامل وعاصمته صنعاء ولا غير صنعاء بإذن الله، بالتوفيق إن شاء الله. شكرا يا شباب. اللواء الثاني مستعد، والله لو تقول نخوض البحر لا نخوضناه اليوم، والله لن نترك ولن نفلت وصايا الشهيد علي عبد الله صالح مهما كلفتنا الثمن. مستعدين بأرواحنا ودماءنا وأهلنا أن نفديك ونفدي الوطن.